ده انا مخ بيحسب ولا ايه؟ ومع ذلك نبتدي وربنا هو المعين يا معلم دغري. يا جماعه انا مش عارف اقول لكم ايه. نتكل على الله يا معلم ونجرب حظنا. هو العيش حد بياكل عيش؟ البقلاوه هي اللي بتاكل بقلاوه. والله يا جماعه انتم يعني وزرب بصراحه كده انا ما عنديش ماليه كفايه اني اشترك معاكم في المشروع ده. ماليه؟ ماليه ايه يا معلم دغري ولا مؤاخذه؟ ده انت معرفتك اغلى من الكنوز. يا سيدي الله يحفظك. ثم ما احناش طالبين منك فلوس. مش بتقولوا هندخل شركة؟ احنا علينا الفلوس السايله وانت عليك حصه الدقيق والمكان. طيب هو الدقيق ده مش بفلوس؟ المعلم زينهم يقصد انك حضرتك هتشارك بنص حصه الدقيق بتاعه الفرن. ايه؟ دقيق الفرن؟ مش كله. الله، النص هتعمله عيش والنص هنعمله جاتوه وبقلاوه، ولا من شاف ولا من داري ولا عمليه تدور. هاخد الدقيق اللي بتصرفوا لي الحكومه اعمله جاتوه وبقلاوه؟ المشروع من الناحيه الاقتصاديه البحته ممتاز. يعني انت موافق على الكلام ده يا مصطفى؟ من الناحيه الاقتصاديه البحته موافق طبعا، لانه هيحقق نسبه ربح عاليه، نسبه ممتازه. طب وتفتكر يعني هم اختاروني انا بالذات ليه عشان المشروع ده؟ طب ما يعملوه هم ويكسبوا لوحديهم. عشان حضرتك هتوفر لهم الخامات بسعر رخيص جدا، عشان حصة تموين الدقيق اللي حضرتك بتصرفها تفرق معاهم كتير لو اشتروها من السوق السوداء. وده يبقى مكسب حلال ولا مكسب حرام؟ ها؟ يعني لما ناخد العيش بتاع الناس نعمله جاتوه وبقلاوه ونلهى في الفرق، ده يبقى حلال ولا حرام؟ والله يا بابا من الناحية دي أنا ما عنديش فكرة، أنا بتكلم عن الجانب الاقتصادي البحت. وهما في الكلية بتاعتكوا دي ما بيعلموكوش الحلال والحرام؟ يا خسارة. لا، عنصر الخسارة مش وارد، احتماله ضعيف. أنا قصدي أقول يعني يا خسارة اللي ما بيعلموكوش الاقتصاد الحلال من الاقتصاد الحرام. كان لازم يفهموكم إن قرش حلال أبرك 1000 مرة من جنيه حرام. قرش حلال ربنا يبارك فيه ويحط جنبه الصحة والستر أبرك 1000 مرة من قرش يجلب معاه المرض والنكبات. كده ولا لا يا مصطفى؟ والله يا بابا دي وجهات نظر، لكن أنا بتكلم عن الاقتصاد من أنا الناحية. هسيبك لمذاكرتك يا ابني، شد حيلك. اعملي لي فنجان قهوة حياتك يا كريمة. من عناية يا جوز خالتي. خليك انت يا كريمة. حاضر. اهلا يا سامي يا ابني. اهلا بيك يا عم. بابا كان عاوز يطلع لحضرتك في موضوع كده، بعتنا استأذن يعني. استأذن؟ ده ايه الادب اللي نزل مرة واحدة على ابوك؟ استأذن؟ يطلع طبعا. قول له عمي بيقول لك اطلع يا راجل يا عجوز. شايف الراجل اتعلم الادب على كبر؟ اللي يستأذن قال. هو عاوزك ليه يا بابا؟ والله ما انا عارف يا ابني، صار الجماعة اياهم زقينوا عليا علشان يدخل المشروع في دماغي. كمان انا شايف اللعبة داخلة دماغه قوي. ايوه. كريمة، تفتكر عم ابو الرضا عاوزك ليه يا بابا؟ انا شايفك مستغرب الزيارة قوي يا مصطفى. غريبة ان ابو الرضا يطلع لنا. لا ابدا، بس لو في اي حاجة ليه ما يستناش للصبح لما يقابلك؟ يا سيدي قال يا خبر بفلوس. ايه
فكر فيا يا مصطفى. اتكلم يا ابني. بصراحة يا بابا في موضوع ما كنتش ناوي احكيهولك، لكن الظاهر ان ابو الرضا وابنه طمعوا فينا وناويين يزودوها. الكلام اللي بتقوله ده يا ابني، وايه اللي زودوها؟ بتتكلم يا ابني، عايز تقول ايه؟ اتكلم دغري. ها بابا يوم ما حضرتك كنت تعبان يا ولاد حصل ايه؟ اتكلم. مسبتي السوداء مسبتي. المعلم فين يا ست كريمة؟ عاوزه ليه؟ ما كنت لسه معاه من ساعة زمن. بلغيه بس ان انا موجود. طب اتفضل. يزيد فضلك يا غالية. شور عليا يا حسن، شور عليا يا اخويا. اعمل ايه؟ ها؟ قول لي اعمل ايه؟ ابعت لي زينب تيجي تحوش عني. يا بنت ما تبقيش هبله، هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ يا مسبت الصوت، هيحصل ايه؟ حسن انت فاكر اني اقدر استحمل ضربة كرباج واحدة؟ ده مجرد بابا ما هيبص لي حقها من طول سكتة يا حسن. يا مسبت الصوت يا ربي، انك لله يا مصطفى. مش فاهم بس عايشه، انت ليه ما قلتليش على الحكايه دي من يوميها؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ايه يا حسن؟ افضح روحي بروحي يا اخويا. اعمل ايه يا ربي؟ اروح فين واجي منين يا مسبت السودا؟ منك لله يا مصطفى. تعالي لي يابا، تعالي لي يابا. عايشه عايشه بلاش